يا ساعة بالوقت اجري، أغنية فيها مزيج من الرومانسية والعاطفة والأحاسيس، وأيضا شيء من الألم. الأغنية للفنانة نور الهدى، كلمات عبد العزيز سلام وألحان الموسيقار فريد الأطرش. الأغنية كانت من فيلم ما تقولش لحد عام 1952، بطولة فريد الأطرش وسامية جمال ونور الهدى وعبد السلام النابلسي، وكانت من إخراج هنري بركات. الأغنية جميلة ومعبرة جدا، جسدت الشوق واللهفة للقاء الحبيب طبعا. وزي ما احنا عارفين طالما اتوجد فريد الأطرش في فيلم يبقى لازم يلحنه. اللحن رائع إلى أبعد الحدود، واللي يتميز بيه الفنان فريد الأطرش في كل أغانيه. اللي احنا عايزين نقوله هنا إن ساعة الشهرة للفنانة نور الهدى، اللي اسمها الأصلي ألكسندرا نقولة بدران، لبنانية الأصل ومولودة في تركيا، الشهرة بدأت معاها بعد الأغنية دي، لما عملاق المسرح العربي يوسف بيك وهبي اكتشفها في إحدى جولاته في لبنان عام 1943 وقدمها للسينما المصرية. من هنا دقت ساعة التميز والتألق، وأعجب بها كبار الملحنين زي محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ومحمد الأصبجي والسنباطي. كانت ساعة الفخر والسمو بالنسبة لها لما غنت أمام الملك فاروق والنحاس باشا، وتألقت بعد كده في عشرات الأغاني والأفلام. ولكن دارت عقارب الساعة بسرعة فائقة، ثم تعطلت فجأة عام 1953، وتعطلت معاها مسيرة فريدة من الفن. يا ترى مين اللي عطلها؟ عطلتها مصلحة الضرايب لما ضيقت عليها ومنعتها من إقامة الحفلات، وقيدت نشاطها وحصرته فقط بالغناء في الأفلام. ومن هنا تراجعت الساعة وغادرت نور الهدى إلى بيروت، وتراجع نشاطها الفني واعتزلت الفن، وتوقفت الساعة نهائيا عام 1998 حين رحلت نور الهدى عن هذا العالم، تاركة رصيد وذكرى خالدة في الفن والطرب العربي. أغنية أنا في انتظارك لكوكب الشرق أم كلثوم. النهاردة هنتكلم عن موقف من مواقف أم كلثوم الوطنية. حصار الفلوجة كان في 1948 اللي حصرت فيه القوات الصهيونية لواء مصري كان موجود في قرية كانت قريبة من الفلوجة بفلسطين المحتلة، وكان اللواء بقيادة الأميرالاي سيد محمود طه، وكان معاه مجموعة من كبار ضباط الجيش المصري، ومن بينهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. حصل اتصال بين القيادة المصرية في القاهرة والضباط المحاصرين في الفلوجة، واللي عمل الاتصال هو القائم مقام السيد طه، وكانت شهرته الفهد الأسمر. سألهم الضابط ايه اللي ممكن نقدمه لكم عشان نخفف عنكم الحصار، فكان طلبهم غريب شوية، إن أم كلثوم تغني في حفلتها أغنية غلبت صالح في روحي، ودي من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي. كانت الأغنية دي غنتها أم كلثوم قبلها بسنتين. أم كلثوم وقتها كانت بتجهز لحفل الخميس الأول من كل شهر، وبالفعل القيادة قالت لأم كلثوم عن طلب الأبطال المحاصرين. أم كلثوم وافقت فورا وغيرت برنامج الحفلة وبدلت الأغاني لأجل عيون الأبطال، وقررت كمان تكون الوصلة التانية أغنية أنا في انتظارك، وكانت إهداء منها للجنود. وبعد رجوع الضباط المحاصرين أم كلثوم عملت لهم وليمة في بيتها واحتفت بيهم، وعملت لهم حفلة خاصة في حديقة فيلتها بالزمالك.